الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اوعوا تضيعوا حجتكم. ليه نضيع الحجة يا دكتورة؟ ما احنا راجعين بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة مع الله لن تبور. أيوة، بنتخانق على أتفه الأسباب. دي خدت سريري، دي خدت جنب الحيطة، دي خدت جنب الشباك، الدنيا ما بقتش مظبوطة، وبنقعد نتخانق ونقول ما احنا خلاص ربنا غفر لنا ذنوبنا، ما احنا راجعين بصفحة بيضة نقية. انتوا متأكدين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث العلاقة الحميمة ومقدمتها، والفسوق الصوت العالي، الصراخ، السباب، الشتيمة، الحاجات اللي مش كويسة، الخصام اللي احنا بنتخاصم مع بعض هناك على أتفه الأسباب. ليه كده؟ ليه نضيع حجة جميلة، حجة مبرورة ربنا إن شاء الله هيديها لنا؟ ليه كده؟ ليه ما نلتزمش بالتعليمات؟ وما أدراكم ما الجدال؟ الجدال اللي بيبوظ كل حاجة في الحج. كل حد قرأ له كلمتين، كل حد سمع جملتين من حد، يجي يناقش العالم أو الدكتور ويفضل يتخانق. هو أنا مش حرمي هنا ليه؟ هو أنا ما رميتش في الزوال ليه؟ ليه من بعد منتصف الليل؟ والخناقة تكبر والحجة تضيع بفعل الشياطين. لأن الشياطين وهم عارفين كده كويس كل الناس مش هيسيبونا في حالنا، ومش عايزيننا نرجع بحجة جميلة مقبولة مبرورة، ونبدأ مع الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة. ومن أول السطر زي ما بنقول طول الحلقات، عايزين نرجع وربنا راضي علينا، ونقطة من أول السطر.